محمد ابو تريكه. لو انت من مواليد التسعينات هتعرف مين هو صاحب الاسم ده، ولو انت هلاوي صميم هتعرف برضه مين هو صاحب الاسم ده. وان كنت ولا ده اسمع الفيديو للاخر عشان معلومات الفيديو هتشجعك. انا اسمي محمد ابو تريكه. كنت بلعب لاعب وسط. اتولدت 7/11/1978. الحاله الاجتماعيه متجوز وعندي 3 اولاد، احمد وسيف ورقيه. وكان لقبي تاجر السعاده او رجل المهمات الصعبه او الساحر او صاحب السعاده. انضميت للاهلي في موسم 2003-2004 ومن هنا بدات الحكايه. لو لسه في الفيديو لحد دلوقتي اعمل لاف عشان خاطر ابو تريكه. طلع ورقه وقلم واكتب ورايا: 5 دوري ابطال افريقيا، و2 افريقيا، و7 دوري مصري، و4 سوبر افريقي، و6 سوبر مصري، و2 كاس مصر، وثالث ورابع كاس عالم للانديه، وواخد احسن لاعب في مصر 5 مرات، وافضل لاعب في افريقيا داخل القاره 4 مرات، وتاني افضل لاعب في افريقيا في 2008 للكاف، وافضل لاعب في نفس السنه من BBC، وهداف كاس العالم للانديه في 2006، وهداف دوري ابطال افريقيا في 2006، وهداف الدوري مره، وهداف الكاس مره، ومن افضل 11 لاعب في القاره 3 مرات، ومن ضمن فريق منتخب القارات في كاس العالم للقارات في 2009، ومختار افضل لاعب في تاريخ كاس العالم للانديه من الفيفا، وهداف هيروشيما في 2012، افضل هدف في كاس العالم في 2012، وافضل لاعب في نهائي الامم في 2008، والهداف التاريخي لدوري ابطال افريقيا، وهداف القمه التاريخيه، وثالث افضل هداف لكاس العالم للانديه. ولعبت من احسن ماتشات مسيرتي قدام نجوم العالم البرازيل وايطاليا، وعملت 2 اسيست قدام البرازيل، وسجلت في البرازيل في الاولمبياد، ومسجل ما يقارب 200 هدف في مسيرتي، ومن ضمن افضل 10 لعيبه في تاريخ مصر معديين ال 100 هدف، وعملت في حياتي اكتر من 500 اسيست. ودي كانت مسيرتي الكرويه. تعال نشوف مسيرتي الاخلاقيه. بس انت شكلك لسه لحد دلوقتي ما عملتش لايك. انزل اعمل لايك واعمل لي فولو للصفحه وانتظر كل جديد. تعال اقول لك على اكتر المواقف المؤثره الاخلاقيه في تاريخ ابو تريكه. رفضت الاحتفال مع منتخب مصر في 2006 بعد فوز البطوله، وكنت على راس الحضور وانا اللي رفعت الكاس، بس غادرت الملعب، وده كان بسبب صعود نانسي عجرم على منصه الحفله. ولما سالوني سبت الملعب ومشيت ليه، قلت لهم ما ينفعش ابقى قدوه للناس واتفرج على حفلات اغاني. ولما سالت برنامج تلفزيوني انت الاحسن ولا شيكابالا، قلت لهم انا ليا الشرف ان ابقى زي شيكابالا. وبعد مسيرتي الكرويه اتسالت انت الاحسن ولا صلاح، قلت لهم صلاح عمل تاريخ صعب اي حد في الدنيا يوصل له. صلاح بقى ماركه عالميه، صلاح بقى هرم من اهرامات مصر. عندنا في مصر هرم ثابته، بس صلاح هرم متحرك. فالمذيعه قالت لي انت بالنسبه للشعب المصري هرم ثابت في قلوبهم، قلت لهم صلاح عمل الانجازات وعمل كل حاجه، وهو اللي يستحق يبقى الهرم الحقيقي. الحمد لله والفضل يرجع لربنا. انا كنت عامل اجنده باسماء الناس الغلابه، وكنت عامل لهم مرتب شهري، ودي كانت مسيرتي الكرويه ومسيرتي الاخلاقيه. واعتزلت في 2013. ونختم كلامنا: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله عدت مسيرتي الكرويه كلها، وكل جمهور مصر كان بيحبني. وبكده يكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.